السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تلقى رودي غارسيا مدرب النصر السعودي ضربة جديدة قبل مواجهة اتحاد جدة بموقعة الكلاسيكو المنتظرة في دوري روشن على ملعب الجوهرة. وشهدت تدريبات النصر الأخيرة تحضيرا لمواجهة اتحاد جدة غياب لاعب الوسط البرازيلي لويس غوستافو بسبب إصابته في الساعات الماضية بالإنفلونزا. وأثار لويس غوستافو جدلا كبيرا حول غيابه عن المواجهة لعدم الجاهزية بسبب الوعكة الصحية، في الوقت الذي قد يفكر فيه المدرب رودي غارسيا بالبحث عن البديل المناسب لمشاركته في التشكيل الأساسي بجوار عبد الله الخبيري حال تأكد لاعب المحور البرازيلي. ولا شك أن غياب لويس غوستافو عن تشكيل النصر أمام الاتحاد بمثابة صدمة قوية للمدرب الفرنسي غارسيا، كونه واحدا من أهم العناصر الأساسية هذا الموسم مع العالمي. ويفقد النصر أيضا أمام اتحاد جدة خدمات لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا، بالإضافة إلى اللاعب الوسط الآخر أيمن يحيى بسبب الإصابات المختلفة. ويستضيف اتحاد جدة نظيره النصر يوم غد الخميس في 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري موسم 22-23. ويحتل النصر صدر الترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، فيما يأتي اتحاد جدة في الوصافة برصيد 44 نقطة، وفي حالة الفوز على العالمي سيختطف الصدارة من جديد.